محدش يقدر ينكر ولا انت كمان تقدر تنكر ان شركة ابل اقوى شركة موبايلات في العالم. حرام عليك والله العظيم اللي انت عملته لما تطلع تقارن ايفون 16 برو ماكس بموبايل ريدمي نوت 14 ثمنه 10000 جنيه وده ثمنه 70000 جنيه. والله العظيم حرام عليك. المقارنه انت عملتها على ايه؟ على الكاميرات، عشان ده في اف اتش دي اطار 30 60 وده ما فيهوش اف اتش دي. طب هقول لك ده في ايه؟ ده في حاجه اسمها تصوير سينماتيك. تصوير سينماتيك ده اقوى نظام تصوير في العالم، وده اقوى نظام امان في العالم، اقوى نظام حمايه في شركه ابل ايفون. مفيش حاجه اقوى منه. طب انت عارف الاتش دي بتاع ده العادي اقوى من الاف اتش دي بتاع ده؟ حرام عليك. ده السينماتيك بتاعه بيتصور بيه افلام. طب حتى لما تيجي تعمل مقارنه في حاجه اسمها القيمه التسعيريه. يعني اعمل مقارنه 16 برو ماكس، تعمل مقارنه قصاد ويست 25 الترا سامسونج زد فولد 6. اما تعمل ازاي مقارنه ده بده؟ طب تعالى افهمك حاجه بعيد عليك ودماغك مش هتستوعبها في القيمه التسعيريه. الموبايل ده النهارده بكام؟ ب 10000 جنيه ونزل في 2025. نستبعده 16 برو ماكس. 2021 نزل الايفون 13 برو ماكس كان ثمنه جديد 23000 جنيه. يعني لو في عميل بيستخدم ايفون 13 برو ماكس من 2021 وجايبه جديد ب 23000 جنيه، 13 برو ماكس هيبيعه النهارده استعمال ب 35000 جنيه. يجيب بقى كام موبايل؟ 4 من الريدمي نوت 14. انت بتعمل ايه؟ بتقارن ايه بايه؟ والله العظيم حرام عليك. تقارن كاميرا يا راجل اديني عقلك، ازاي تقارن كاميرا ريدمي نوت 14 بكاميرا ايفون 16 برو ماكس؟ مفيش وجه مقارنه. اف اتش دي اللي انت بتقارنها؟ حرام عليك. مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده خالص. وما تنساش اهم حاجه، صلي على النبي.